مساء الخير البنات أو صباح الخير وقت ما تشوفوا الفيديو. الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جبت لكم وصفة من أبن وأفخم وصفات الطمينة، راح نقول لكم جميع أسرار نجاحها. تبع معايا الفيديو للأخير باش تتعرف على جميع مراحل هذه الطمينة وتنجح معاك من أول تجربة، وتزينوا بها مائدتكم في ليلة المولد النبوي الشريف. إذا عجبكم محتوى قناتي نتمنى ديروا جام وبارطاج للفيديو باش يوصل إلى عدد كبير من الناس، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس كي يصل كل جديد. بلا ما نطول عليكم نروحوا إلى تطبيق الوصفة. نجيبوا مقلاة ونحطوها فوق النار كما راكم تشوفوا هكذا، نزيدوا معاها كأسين من الفارينة أو الدقيق الأبيض، نحمصوه، نقعدوا نحمصوا فيها هكذا كما راكم تشوفوا، ولكن ما نخلوهاش الفارينة تدي اللون البني. كما نلقاوها بدات تدي اللون الباج نحبسوا التحماص تاعها. ما حباش انا هنا نخلي الفارينة تدي اللون البني، نحيها من على النار، تخلوهاش في المقلة او في الكاسرونه اللي حمصتوها فيها، راح تزيد تكمل التحماص تاعها وتولي لك بنيه. كي نطفي عليها النار نحيها ونحطها في طبسي ونخليها تبرد. بعد ما تحمصت لي الفارينه نحيها من على النار كما راكم تشوفوا راهي بدات تدي اللون الباج، نحيها من فوق النار. دركا نجيو نديرو بديل العسل اللي راح نديرو به الطمينه تاعنا. عندي كاس ناقص اسبوع من الحليب، ما يهمش الحليب يكون دافي ولا بارد. نحط معاه 100 غرام من الشوكولا البيضاء، نخلطهم مليح كما راكم تشوفوا هكذا، ونخلي الشوكولا تاعنا تذوب. انا هنا مزربه الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل. كما راكم تشوفوا ما زلت ندوب في الشوكولا، تقريبا الخليط تاعي راه واجد. بعد ما دابت الشوكولا كما راكم تشوفوا هكذا نخليه يبرد. بعد ما يبرد نزيد معاه ملعقه صغيره من لاغوم تاع نواد كوكو، نزيد معاهم ربع كاس من زيت المائده، ونزيد معاهم كاس كاوكاو يكون محمص مليح ومرحي خشين كما راكم تشوفوا هكذا، ما يكونش رقيق. نزيد معاهم نصف كاس من الديول. انا جبت الديول حمصتهم وفتتهم وقيست حوالي نصف كاس من الديول كما راكم تشوفوا هكذا. واللي تحب تستبدلوا بالفيتين تستبدلوا دير نصف كاس. وزدت معاهم نصف علبة من الشامية او حلوة الترك، ونبدا نخلط المكونات مع بعضها البعض حتى تذوب لي الشاميه وتجانس المكونات مع بعضها البعض. فقط ملاحظه، لازم الخليط تاعك يكون بارد باش الفيتين او الديول اللي حطيتيه فيه ما راحش يندى ويولي طري. نزيد مع سكر كلاص، ما تخافوش من كميه السكر، راهي كميه موزونه، والحلاوه راح تجيك معتدله في هذه الطمينه. نخلط كل شيء معا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض. ومن بعد نزيد الفارينة غير بالعقل. انا هنا الكمية تاع الفارينة ما حاش نحطها كامل فرد مرة، نقعد نخلط مليح كما راكم تشوفوا هكذا النواشف. كما تعرفوا الفارينة راهي تشرب السوائل، ولهذا نحطوا الكمية غير بالعقل باش الطمينة تاعنا ما تجيناش ناشفة ويابسة. كما راكم تشوفوا راني تحصلت على القوام المثالي اللي حابته. نخليها على جنب ونروح نخدم القناش الابيض اللي راح نزين به الطمينه تاعي. نحط في كاسرونه 100 غرام من الشوكولا البيضاء، ونزيد معاها ربع كاس من الحليب يكون مغلي مليح، ونزيد معاها ملعقه من الكريم شانتي، ونخلط كل شيء معا حتى تذوب الشوكولا. الشوكولا راح تذوب بحراره الحليب تاعنا اللي كنا غليناه مليح. كما راكم تشوفوا راني نخلط مليح شويه. هذه المرحله راح تديلك شويه وقت، لازم نديروها باش نتحصلوا على غاناش مليح وثقيل. هذا الغاناش تقدروا تستعملوه في تغليف الكيكات. كما راكم تشوفوا الغاناش تاعي يوجد. انا هذا الغاناش راح نخليه كما راكم تشوفوا هكذا يبرد مليح، وكي يبرد ويعقد لي شويه راح نزين به الطمينه تاعي. اللي تحب تغلف به الكيكه تاعها طلعوا بالباتور بعد ما يبرد كيما درت في الغاناش الشوكولا السوداء، تخليه يبرد مليح ومن بعد تضربه بالباتور وتبوشيه في لابوشادوي وتخدم به عادي. انا هنا ما راحش نستعملو للكيكه. واللي ما شافتش فيديو غاناش الشوكولا اللي خدمته انا هنا في القناه راح نحط الفيديو في صندوق الوصف.
كما راكم تشوفوا القناش تاعي راهو جد نخليه يبرد مليح. كما راكم تشوفوا راهو برد لي نوعا ما. هنا كنت شويه مزروبه باش نطبق الوصفه. وانتوما الا كنتو مش مزروبين ديروه اول حاجه وخلوه يبرد مليح في غرضو، ومن بعد روحوا خدموا الطمينات. كما تشوفوا انا هنا بديت نحط في الطمينه في الصحون التقديم. تقدروا ديروها في افراحكم ومناسباتكم، راح تجي بريزونطابل وبنينه، واللي راح ياكلها عندك راح يسقسيك على الوصفه تاعها. جربوها وتعطوني رايكم في التعليقات. كما راكم تشوفوا هكذا راني نسقم في الطمينه تاعي باش يجيني الشكل تاعها بريزونطابل. وهذه الطمينه تجيكم بزاف زاكيه، يعني الكميه مقارنه بالمكونات اللي خدمت بيها. والفارينه اللي خدمت بيها ما كملتش الكميه، قعدت لي حوالي ملعقتين من الفارينه محمصه. دارت لي هذيك الكميه اللي شفتوها، دارت لي صحنين معمرين كما راكم تشوفوا هكذا. وطعم الفارينه ما في الطمينه تاعنا على خاطرش كنا حمصناه. والديكور على حسب الرغبة وعلى حسب الذوق والإمكانيات اللي عندكم. وهذه الطمينة تصلح في جميع المناسبات، للنفاس أو للمولد النبوي أو لأي حاجة عندكم مناسبة في الدار. شكلها بزاف راقي وبنينة. وهذا هو الشكل النهائي للطمينة تاعنا لنهار اليوم. زينتها من الفوق بالغاناش، وزدت معاها شويه شوكولا، والثانيه الخضراء زدت معاها شويه باطا بيستاش، وعلى الحواف الفستق الكذاب. واللي بالشوكولا السوداء زينتها على الحواف مرحي خشين كما راكم تشوفوا هكذا. الديكور على حسب الذوق تاعك وبمقدوره. وهذا النوع من الطمينه راح يقعد معاكم فتره طويله، ما رايحاش تيبس معاكم. تقيدوا فقط بالمقادير وطريقه التحضير. وتاني هذه الوصفه للناس اللي ما تقدرش تاكل الطمينه اللي بالزبده، جبتها لكم بالزيت. واللي ما شافش طمينه القفريط راح نخلي الوصفه تاع طمينه القفريط في صندوق باش تكون عندكم فكره على الانواع تاع الطمينات. وهادو النوعين من الطمينات انا خدمتهم بالزيت النباتي. درك نجي نوريلكم لا تكستير تاع الطمينه تاعنا كيفاش جاتني من الداخل. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله ومقرمشه. كي تاكليها تحسي بالقرمشه تاع الديول. وهي كبيره وتخبيها، ما ديري لهاش الغاناش من الفوق فقط، تخبيها في بورتمونجي. تقدميها زينيها بالغاناش. الغاناش تاني راح يضاين معاك فتره، يقدر يصبر معك مدة حوالي لاجام. وصلنا لنهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم إلى الملتقى إن شاء الله في وصفات أخرى.